رغم ان كلنا تقريبا عارفين اهمية القراءة، لكن لو سألت اي واحد انت قريت كام كتاب بالانجليزي في حياتك كلها، الغالبية هتقول ما قريتش ولا كتاب. ويمكن 1% من الناس هتقول قريت كتاب او 2 غير كتب المدرسة. لكن لو سألتك انت شفت كام فيلم اجنبي في حياتك، الاجابة هتكون كتير جدا، يمكن ما تعرفش تعدهم. وده بسبب ان الافلام اكيد مثيرة وقصتها بتشدك مع شوية مؤثرات بصرية، فاكيد بيكون فيلم حلو قوي. وحاجة تانية ان الفيلم بيكون مترجم مش زي الكتاب بالانجليزي، بيبقى اكيد من غير ترجمة، يعني اكيد مش بيعملوا سطر بالانجليزي وسطر ترجمة، فاكيد الافلام اسهل بكتير في مشاهدتها. طيب طالما كده كده احنا بنتفرج على افلام كتير، ليه ما نستفدش منها اكبر استفادة؟ يعني غير اني بتفرج على الفيلم مشوق وعاجبني طبعا، طب ما انا كمان احاول اني اتعلم انجليزي من خلاله، ويبقى استفدت اكبر استفادة من الساعتين اللي بتفرج على الفيلم فيهم. يعني في خلال الساعتين دول الحوار بيدور اكيد ما بين ابطال بيتكلموا بالانجليزي طول الوقت، وبيبقى فيه ترجمة فببقى فاهم ايه اللي بيتقال. طب ليه معودش نفسي اني اسمع الفيلم مش اتفرج عليه؟ بمعنى اني مركزش في الترجمة، احاول اسمع وافسر الجمل اللي بتتقال بالظبط. مش شرط اكون فاهم كل المفردات اللي بتقال، بس على الاقل اعلم نفسي اني اسمع التركيبة بتاعت الجملة الصحيحة، ولما اجي اكتب اي كلمة بعد كده او حتى اقولها هيبقى عقلي مش عايز يقول كلمة غلط، لاني اوريدي سمعت الجملة الصحيحة والتركيبة الصح قبل كده 100 مرة. يعني على سبيل المثال، انا على طول في الافلام بسمعهم بيقولوا لما واحد يسأل واحد سؤال الشخص ده مش عارف الاجابة، فبيقول له ايه؟ بيقول له I don't know. 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 لكن مستحيل مثلا هتلاقيه بيقول I doesn't know، اكيد مش هيقول ده، لان does مش بتيجي مع I. فبعد كده لما يجي لي سؤال مثلا بالانجليزي وحابب ان انا احله في do او does والجملة فيها I، فاكيد اوتوماتيك هختار do مش does، لان does بيجي معاها he وشي وإت، ودي قاعدة تانية ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. لكن وداني دايما متعودة انها تسمع الكلمة بالشكل ده I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. لأني من كتر ما سمعت الجملة دي بالشكل الصحيح في الأفلام والمسلسلات الأجنبي، عقلي عمره ما هيقبل إنه يسمعها بالشكل الغلط، وأكنه بينبهني إن في حاجة غلط في الجملة دي ولازم أعيد تصحيحها. وهو ده هدف الفيديو بالظبط، إنك إزاي تقوي مهارة الاستماع عندك وإنت بتتفرج على أي فيلم، عشان عقلك يستقبل كلمات وجمل أكتر تتخزن جواك، وتبقى قادر تميز بين الجمل بقواعدها الصحيحة، وتتجنب أي كلمات تكون غريبة أو خاطئة عن سياق الجملة اللي إنت بتكتبها أو بتقولها. فهتلاقي مستوى الإنجليزي عندك بيتحسن، وتلاقي نفسك بتقول جمل صحيحة بدون أي أخطاء في القواعد، رغم إنك عمرك ما درستها في المدرسة، لكنك كونت فطرة عندك وبقى جوه دماغك عايز يقول دايما الكلمات بالجمل والترتيب الصحيح، ورافض لأي كلمة غلط ممكن تتحط في الجملة دي. والنهاردة هنتعلم بعض الجمل أو الكلمات الشائعة اللي بتتقال وبتتكرر في معظم الأفلام، واللي هتقدر بعد كده إنك تفهمها بدون ترجمة، وكمان تقدر تستعملها في أي محادثة مع أي شخص أجنبي، سواء في الشغل أو الجامعة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وده هيبقى أول درس لتقوية مهارة الاستماع عندك، اللي بنستخدم فيها مقاطع من الأفلام الأجنبية. فلو أول مرة بتشوفنا، ياريت تشترك في القناة عشان تشوف سلسلة الدروس كاملة وما يفوتكش أي درس، وكمان تشوف كل الدروس اللي فاتت الخاصة بالمحادثة والكلمات والجمل الشائعة في اللغة الإنجليزية. جاهز؟ Ready؟ يلا نبتدي. What are you talking about? Nothing. What are you talking about? 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 What are you talking about؟ اللي هي بالبطيء What are you talking about؟ بس ما فيش حد بيقول talking، ال ing اللي في الآخر دي ما بتتقالش صراحة كده، بتتقال أكنها فيها آخرها en مش ing. والجملة دي معناها أنت بتقول إيه. لو واحد قال لي كلام مش حقيقي أو في حاجة غلط أو بيتهمني بحاجة، فهقول له What are you talking about؟ أنت بتتكلم بتقول إيه؟ What are you talking about? Nothing. What are you talking about? 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 Interesting. 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 Very interesting. interesting. ودي كلمة بقولها لما بحب أعبر عن إعجابي بشخص معين عمل حاجة حلوة وأثارت إعجابي، فبقول interesting. يعني لو حد جه قال لي أنا خلصت بكالوريوس وحضرت الماجستير وشغال في الدكتوراه دلوقتي، فهقول له interesting. لكن خليني برضو أقول لك معلومة على الماشي.
في فرق ما بين interested و interesting. interested يعني مهتم بحاجة. يعني مثلا لو عايز أقول if you are interested in the job you should apply. يعني لو أنت مهتم بالشغلانة دي المفروض تقدم. if you want to have this job you should apply. نفس المعنى. لكن interesting ده لما بعبر عن إعجابي بحاجة معينة. يعني ممكن أقول مثلا the movie was very interesting. الفيلم كان ممتع جدا. فهي ممكن برضو تيجي بمعنى ممتع أو شيق، لكن مش بمعنى إني مهتم بالفيلم. لا، أنا مستمتع بالفيلم أو معجب بالفيلم. interesting. 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 Very interesting. How dare you? How dare? How dare you? 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 How dare you يعني كيف تجرؤ. ودي جملة بتتقال لما يبقى الواحد غضبان جدا أو مصدوم في حد تعدى حدوده معاه وقال له كلمة أو عمل فعل معين خلاه متضايق جدا. زي مثلا إن حد يقول How dare you speak to me that way. يعني إزاي تجرؤ وتتكلم معايا بالطريقة دي. How dare you. How dare you. How dare you? How dare? How dare you? 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 Are you kidding me? Kidding me? Are you 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 kidding me? ودي كلمة بنقولها لما نحب نعبر عن استيائنا أو صدمتنا من حاجة سمعناها حاسين إن هي مش حقيقية وإن هو ممكن يبقى هزار. فبنقول Are you kidding me؟ يعني أنت بتهزر معايا؟ الكلام ده بجد؟ بالمعنى ده. وعلشان أوضحها لك أكتر خليني أديلك مثال بالعربي. لو واحد جه قال لي تخيل زميلنا علي ده اترقى وهيبقى المدير بتاعنا، هقول له Are you kidding me؟ ده لسه متعين من أسبوع، إزاي هيبقى المدير بتاعنا؟ فأكيد حاجة غير منطقية، فعشان كده بقول Are you kidding me؟ أو حد تاني يجي يقول لي مثلا تفتكر الدكتور مجدي يعقوب ده شاطر يعني قوي كده في القلب؟ هقول له Are you kidding me؟ ده واحد من أحسن الدكاترة في العالم. Are you kidding me? Kidding me? Are you 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 kidding me? It's now or never. It's now or never. It's now or never! It's now or never. It's now or never. والجملة دي معناها يعني دلوقتي أو مفيش، وبستخدمها لما بقى ملزم إني أخد قرار مصيري دلوقتي حالا وما عنديش أي فرصة تانية في المستقبل. وخلينا نقول مثال عليها. لو واحد صاحبك جه وقال لك أنا ممكن أشتري عربيتك النهاردة بأكتر من السوق ب10%، بس أخدها دلوقتي، فأنت تقول له طيب ماشي، يعني اديني يومين 3 كده وهفكر. هيقولك لا لا لا، مفيش يومين 3. It's now or never. يا دلوقتي يا إما مفيش تاني. It's now or never. It's now or never. It's now or never. It's now or never! It's now or never. It's not a big deal. Hey. Not a big deal. It is a big deal. Jim, it's not a big deal. Not a big deal. Not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. ودي معناها إن ما فيش مشكلة، الموضوع مش كبير. وخليني برضه أديلك مثال عليها. لو واحدة مثلا بتقول لجوزها فاكر يا حبيبي التلاجة اللي كان نفسي اشتريها اللي ب20,000 جنيه؟ فهيقول لها فاكرها. فهتقول له شفت سعرها النهاردة لقيتها زادت 100 جنيه. فيقول لها زادت 100 جنيه؟ It's not a big deal. يعني هي ب20,000 لما تزيد 100 جنيه مش مهم. It's not a big deal. لكن المثال بقى التاني للولد ده مامته بتقول له انت ليه ما عملتش الواجب؟ فقال لها It's not a big deal. فقالت له لا It's a big deal. Not a big deal. It is a big deal. يعني لا، الموضوع مهم، الواجب ده لازم يتعمل. It is a big deal. أعتقد إنك محتاج دلوقتي إنك تختبر نفسك وتشوف مستواك وصل لغاية فين. هعرض لك دلوقتي جملة اتقالت في أكتر من مشهد، وحاول تسمعها كويس جدا وتكتبها في التعليقات، وأنا هقول لك دي كانت صح ولا غلط. ولو خايف إنك تكتبها بالإنجليزي غلط، يعني ناقص حرف أو حاجة، ممكن تكتب الترجمة بتاعتها بالعربي. والدرس الجاي الجملة دي هتكون أول حاجة هنتكلم فيها وندي عليها أمثلة زي ما عملنا النهاردة بالظبط. يلا بينا. How was your day? How was your day? How was your day? How was your day? How was your day?
لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير كمان مع كل الناس اللي حواليك عشان هما كمان يستفيدوا من درس النهاردة. بكده نكون خلصنا. اشوفكم الدرس الجاي. سلام.